بتعمل بدال؟ يعني ايه بدال يا اسطى؟ اخر واحد عمل بدال 2002 رونالدو الظاهره. بتعمله في ايه؟ بس قبل ما اروح للبدال هقول كلمتين. اللقطات اللي احنا هنعرضها دلوقتي مالهاش علاقه بالدعم. كابتن معتمد، اللعيبه كل اللعيبه رجاله، بس الرجوله لوحدها والجدعنه مش هتجيب لك بطوله. يا اما نجيب علي كلاي وفهد البطل وننزل نلعب. لازم نبص احنا غلطنا في ايه ونعدله. ما ينفعش المدرب يقعد مع اللعيبه دلوقتي ويقول لهم الماتش اللي فات انتوا كنتوا كلكم زي الفل ومفيش اي مشاكل، والماتش اللي جاي اعملوا نفس اللي عملتوه. دي كارثه. هي دي نقطه الخلاف. انما اللعيبه انا متاكد مليون في الميه ان اللعيبه دي ما قصرتش في اي حاجه. فلما نتكلم احنا بنتكلم هنا انتقاد لصالح الفريق، ان احنا الحاجات دي ناخد بالنا منها الفترة الجاية. حلو الكلام؟ اتفقنا. مش جاي اعد المعبد هناك زي ما هو بأصنامه، انا ماليش دعوة. حلو. نبدأ بالكابتن معتمد. الكابتن معتمد ذاكر الفرقة دي، ذاكرها على ضمانتي. ليه؟ اي كرة طويلة بتتلعب على الاثنين مدافعين، واحد فيهم رقم 4 اللي اتكلمنا عليه قبل كده، المخ عنده على ما يدي الامر للرجل عشان تتحرك، دي فيها لاج واضحة قوي بقى. بص دي بكل بساطة اهو عنده مشاكل. يعني القرار على ما بياخده بيكون خلاص اللاعب عدى منه. اللاعب التاني رقم 13 مش شايف، مش عايز يجري تاني، هو مش قادر يجري. حلو، خلينا نبدأ باللقطات. الكرة هنا الزمالك بيطلع بالكرة جميل خالص، في ضغط عالي من مين؟ من اتحاد العاصمه. الونش بيعدل الكره وبيلعبها بشماله الضعيفه. اي حاجه، عارف اي حاجه ده هيحصل فيها ايه؟ بص كده، اول ما الكره تتلعب بقى مين؟ هو ده الدباغ واللاعب رقم 4 مع شيكو بنزا، الاثنين رايحين انفراد. معلش ركز معايا مع ادم وفتوح. ادم كمل في الهجمه، تمام؟ معلش كمل، لسه الدقيقه 5، اجري بقى. الكره اتلعبت، عدي بيعدي من اللاعب رقم 13 البطيء اللي احنا اتفقنا عليه، ده البطيء مش التاني. حلو، عدي راح اتاخر. ها فتوح وصل. كايد فين بقى؟ انت كنت فين يا نجم؟ خش العمق بقى. لا ازاي انا افضل واقف بره؟ عدي بيعدي وبيلعب العرضيه. اللي نرفزني ايه بقى؟ اللي هو بيشاور لعدي بيقول له ما تلعب لي يا اسطى. يلعب لك فين يا اسطى؟ ما تعصبنيش. نيجي للكره اللي بعدها، عبد الله سعيد بيلعب الكوره، عدي اللمسه دي لمسه باص. القرار قرارك هنا يا صاحبي. ايه المشكله معاكم في القرارات يا جماعه؟ اهي اللمسه دي كانت لمسه انفراد، مش مره واثنين وثلاثه. فتوح اللاعب رقم 4 طلع وساب مكانه. فتوح ها اللاعب اللي مع عدي سابه خالص. اللمسه دي لمسه الباص، سهله. ده في لاعب هناك مغطي الاوفسايد مش معاك اصلا. روقي العب يا صاحبي. ليه يا جدعان؟ سهله والله. ده اللي عصبني في الماتش، كل القرارات غلط. تاني نروح للهجمه اللي بعدها، هجمه البدال. نيمار بيعدي اللي هو ادم كايد. هنا انا قلت هيباصي عدي لوحده، فجاه عمل بدال. والله عمل بدال اهو. بص على رجله. يعني ايه بدال يا اسطى؟ وقف لي الكره دي. يعني ايه بدال ده 2002 وخلاص واتلغى، انقرض من الكوره في وسط 3 لعيبه. بتعمل بدال لمين يا عم؟ ماشي بدال كمل. ها الكوره طولت عليك اهي. هنا المسها بقى عدي، ايدي خضرت من كتر ما بيشاور. بصيها، لا حامل فنت كمان. انا بحاول اتمالك اعصابي. ها شحاته بيستعد بيقول لك المثالي بقى عشان اشوط. لعيبه اتحاد العاصمه كلهم في ال 18 بصيله الكوره بقى. معلش بصيها. لا ازاي هاخد خطوتين اطلع لعيبه اتحاد العاصمه كلهم يقربوا من شحاته، واول ما يقربوا اقوم باص الباص لمين؟ لشحاته، فشحاته يتزنق ويلعبها غلط. يا اسطى ما تجنناش يا اسطى، احنا تعبانين، ما عندناش خلق للكلام ده. عملت 4 قرارات غلط في كره واحده. الحاجات دي بتفرق يا نجم. الباص السريع يخلص بطوله. معايا؟ بدال نو بدال. اوكي، نروح للفهد الانجولي. انت رايح باللاعب رقم 4 اللي هو اصلا ضايع، يعني انت اكلت على قفاه عيش. ممكن وانت بتلعب بقى الكوره تبص، ما رفعش عينه من على الارض. ده اللي نرفزني. اللاعب بتاع اتحاد العاصمه بيبص ورا عدي فين، وعدي اصلا قدامه. شايف احنا بنلاعب مين؟ حد يقول لي ده لعب العرضيه ممتازه. العرضيه المفروض بتيجي كده. انا متاكد 90% ان الكوره دي شيكو بنزا شايطها. ليه؟ مفيش حد هيعرض كده برضه. ايدي يا اسطى. حتى الرياكشن بتاعه بعدها، الرياكشن بتاعه اكيد اللي هو شايطها. يا اما بقى هو مش مظبوط، عنده خلل في رجله. الكره اللي بعدها حتى بيلعب لمين؟ لعدي بينزل لعبد الله من غير ما يبص، عارف ان في كارثه هنا في الدفاع بتاعهم، بيلعبها في ظهره. حلو، اللعيب ضايع يا جماعه. شيكو بنزا مش خارق، اللعيب ضايع عشان تبقى فاهم بس. ها بص بقى. طب انت ما سمعت الصوت دبدبه ان في ناس حواليك؟ قسما بالله العظيم ما بص على الجول لحظه من اول ما استلم الكوره. طب عدي في وشك، عدي اخر يعني بعد ما الهجمه راحت عدي داير وشه. اللي هو ايه يا جدعان؟ هو مفيش امل نبص لبعضينا؟ مفيش. فضلت متعصب لحد ما جه الشقي اللي عنده من ده
كداب. الكرة بتجيله وبيستلم الكرة مين؟ بزيرة طبعا، ما بتكلمش على غيره. بيستلم الكرة وسط 3 ولا هم ولا هم، بيروح بيلعب على عدي، عدي بيلعب له 1 2، المدافع رقم 4 الجميل ده جاي مش هيعرف يعمل معاه حاجة غير ان هو ايه؟ يديله بالكوع في وشه. ده اخره. ده بص، ده في لحظه كده 1 2 كان هيروح انفراد. عشان نيجي للهدف الخارق، اللاعب رقم 13 بطيء، هو نازل عينه عليه، والله عينه عليه. اول ما غلط اللاعب رقم 13 اخذ الكره منه، قال لي انت صح، اللاعب فعلا مش عايز، مش قادر، قطع الكوره وراح للاعب رقم 4 اللي هو قلنا مخه بيرسل اشارات لرجله متاخره. على ما فكر ياخد خطوه كان بزرع ايه؟ غفله بكل سهوله، بكل سهوله اللي عمالين بنهري فيها عن غلطات الاثنين مدافعين. بزرع في كوره واحده كشف الاثنين في كوره واحده. انت متخيل؟ احنا من غير بزيرة يا جدعان احنا اللي كدابين. الماتش ده بيوضح لك قد ايه احنا فرقه قايمه على لاعب. مش عيب، مش عيب، مش حاليا دلوقتي مش عيب، لان الموسم كله ليه هيبقى موسم تاريخي؟ ارموا البتاع ده كده. ليه هيبقى موسم تاريخي؟ لان اللي انت عملته كله طول الموسم مش طبيعي. لما يبقى عندك لعيب لما بيغيب شكل الفرقه كله بيتغير، يبقى ده طبيعي؟ مش طبيعي. تاني وتالت وعاشر، الكابتن معتمد انسى الماتش ده. بص كابتن معتمد اسمع مني، اقفل بقى خالص كده، ولا الخطه دي تلعب بيها تاني. انت مش هتلاقي الكلام ده. الفريق ده احسن نتائج عملها في البطوله كانت بره ارضه، يعني هو بيكسب بره ويخسر جوه عادي. قدام اولمبيك اسف في نص النهائي 0-0 في ارضه، وهناك كان متقدم 1-0 عادي. فانسى الخطه، ركز، وري اللاعيبه القرارات. يا جماعه يا جماعه، القرار السهل بيفرق. الكره جايه لي بلعبها، ما بفكرش كتير. احنا ليه بنفكر كتير والدنيا سهله؟ ماتش العوده في استاد القاهره في استاد الرعب، ما حدش يستسهل الماتش. انا بقول من دلوقتي ما حدش يستسهل الماتش. ليه؟ الفرقه دي هتقف لك ورا، مش هتتحرك وتلعب مرتدات. ما تقدرش تكسبها بسهوله. اخطف جون اول ربع ساعه تكسبها بسهوله. لكن لو نزلت مديهم احترامهم وما تفكرش ان انت هتلعب نفس الجيم ده، مش هتلاقي اصلا مكان للقرارات دي. القرارات هتبقى بص في لحظه، يا الكره جايه لك لعبتها براسك في الجون يا ما لعبتهاش. محدش هيستناك. هنتكلم عن الماتش بالتفصيل في حلقه تانية، بس دلوقتي لازم نوري لاعيبتنا يا كابتن معتمد الاخطاء دي. احنا كده ما بنقللش منهم، اللعيبه رجاله عملوا موسم فاضل له ماتشين ويبقى من اعظم مواسم الزمالك في تاريخه. انت مدرك؟ عشان كده انا بتكلم في التفاصيل دي. عارف كور هايفه زي دي ممكن تضيع لك موسم كامل. انت مدرك؟ ده اللي بيزعلني انا، ان انا مش عايز اللعيبه دي والجمهور وكلنا على بعضنا كده نروح المجهود على الفاضي. نشحن نفسنا ونركز 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 تاني. الرجوله مش هتجيب لك بطوله لوحدها، كده كده اللعيبه مش محتاجه حد يحفزها. اللعيبه نفسها عايز تدخل التاريخ، يعني مفيش اجمل من كده. ماتشين هيبقوا حياتهم كلها هتتغير. يبقى ايه؟ يبقى يا كابتن معتمد نركز. انت عملت ماتش عالمي بالنسبه لي، عملت كل حاجه صح. اللعيبه هي اللي تشيل الماتش وخلاص، وردم عليه. الماتش الجاي هدوء هدوء، نشوف خطه اللعب اللي هنلعب بقى ماتش العوده بهدوء خالص، ونشحن نفسنا قبل الماتش، وان شاء الله هنصعد منين؟ من القاهره. لايك وفولو.